بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل معاكم النهارده محشي البتنجان الابيض الجميل ده. احنا منزلينه على القناه قبل كده، بس هنعمله تاني النهارده. نضطر البتنجانيه كده شويه، مفيش اسهل من كده اهو. بسم الله. انا عندي ديت كده بعملها كده. بعد كده باجي هنا اروح منضفها بقى. تطلع لي القلب اللي جوه كده. بسم الله. يا حبيبي هنكمل كل بالشكل ده. مش اسهل من المحشي، جميل والكل بيحبه. هكمل الباقي وارجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا خلصنا تقوير البتنجان زي ما انتم شايفين كده، وحطيته في ميه ومعلقه ملح لحد ما نخلص بقيه التجهيزات. عندي هنا 3 بصلات كبار، شبت وبقدونس وكزبره، كيلو ونص طماطم، وعندي هنا كيلو رز. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي الزيت قدح اهو، هنزل بالبصل. انا مش هحمر البصل، انا خليه بس يصفر. بسم الله. طبعا المحشي كلنا عارفين ان هو بيحب الزيت، عشان اسرع العمليه في التحمير كويس اخد عليه رشه ملح تخلي البصله تحمر بسرعه. بسم الله. طبعا اخد بالي بعد كده احنا بنحيق بقيه التخليع. اهي هنزل بمعلقه كبيره كزبره، زيها كمون. الحركه دي بتخلي ريحه التوابل تطلع. بسم الله. ننزل بمعلقه هريسه،
كل الحاجات دي تديها ريحه جميله. بسم الله. بسم الله. الطماطم بتاعت المحشي ما بنخلطهاش كتير، بنخليها يعني فيها حتت صغيره كده كانها قطع، كانها متقطعه. كده تاخد غلوه مع بعضها كده تتسبك، نرجع لها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي الطماطم اتسبكت اهي، هنزل بقى بالرز. عندي معلقه بهارات كبيره كده هحطها هنا، وشويه نعناع، دي اختياري، اللي يحب يحطها يحطها. بسم الله. نعناع وقرنفل يعني زي ما كده. بسم الله. هنزل بالخضرة. بسم الله ولا قوة الا بالله. موسم الشتوي ابتدى، وهتلاقي الخضرة ما شاء الله جميلة في السوق، ابتدت تبقى الحزم من الخضرة كبيرة وحلوة. معانا دلوقتي كده ايه اجمل خلطة محشي. احنا منزلين الممبار قبل كده، عاملينه بطريقه مختلفه، كله ني في ني، يعني البصله نيه، الخضره كله والطماطم نيه، كله ني. هسيبه لكم في صندوق الوصف اللينك بتاعه. عاملين الممبار الضاني جميل، عاملين محشي الكرنب، عاملين ورق عنب بالكوارع، يعني ما شاء الله عاملين فيديوهات جميله. هسيبها لكم في صندوق الوصف. دلوقتي كده احنا جاهزين، بس هسيبها تهدى شويه لانها سخنه وابتدي احشي. انا حطيت في الحله هنا وردين خضره، ممكن تقطعي بصل، تقطعي طماطم، يعني هي براحتك. ابتدي احشيه كده. بسم الله. الخلطه لسه معايا سخنه. ما بنبلهاش قوي عشان الرز لما يزيد ما يخرجش بره الحله وتبقى متبهدله، يعني من نظافه حله المحشي ان ما تبقاش عليها رز من بره، الصبع يبقى كده نضيف كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ونشكر الله على الاكل كده، ما شاء الله يطلع جميل، يطلع زي العسل. في ناس بتستصعب المحشي مع انه هو من اسهل الاكلات والله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. انا خلصت الحله كلها. دول كانوا ما شاء الله 3 كيلو بتنجان، خدوا كيلو رز وخدوا تقريبا ربع كيلو فلفل. هنسقي الحله، يعني بنسيب تلتها، مش بنملاها لاخرها شوربه، لا بنسقيها كده. هوريكم دلوقتي ازاي نسقيها. الرحمن الرحيم. هنسقي دلوقتي المحشي بالشوربه. بسم الله ولا قوه الا بالله.
بس انا حطها ازاي تلتين الحله، يعني حاطه الشوربه تلتين الحله، مش بنملاها الاخيره بس كده. هحطها على النار، بس قبل ما احطها على النار هجيب طبق كده واحطه على الحله وبعدين اغطيه، لان الطبق لما بيكون بايركس او طبق صيني كده بيعمل اعاده تدوير للبخار، يخرج من الحله يخش جواها تاني لقلب الحله، فالرز كله يستوي سوا واحد والحله كلها تستوي سوا واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بس الحله جميله ازاي.